أهلاً بيكي في الحلقة التانية من رحلة الشفاء من التشنج المهبلي. النهاردة هناخد أول خطوة حقيقية في طريق التعافي، وهي خطوة بسيطة جداً لكن تأثيرها كبير. قبل ما نبدأ أي حاجة محتاجين نسمع جسمنا، نسمعه من غير خوف. لو جسمك بيرفض العلاقة، لو بتحسي بتوتر أو شد، أو حتى لو مشاعرك متلخبطة ومش عارفة تشرحيها، اعرفي إن ده مش ضدك، ده جزء منك بيحاول يقولك حاجة محتاج تفهميها مش تعاقبيها. النهاردة مش هنعمل تمارين ولا هطلب منك تغيري حاجة. كل اللي عايزاكي تعمليه خدي نفس عميق واقعدي في مكان هادي، وهاتي ورقة واكتبي فيها أنا حاسة بإيه دلوقتي؟ جسمي بيقولي إيه؟ فين في الجسم حاسة بتوتر أو شد؟ وإيه الفكرة اللي جاتلي مع الإحساس ده؟ ممكن تلاقي نفسك بتكتبي كلام بسيط زي أنا خايفة، مش فاهمة ليه، جسمي وعضلاتي مشدودة، حاسة بتوتر والسبب مجهول، في حاجة جوايا مخنوقة ومش عارفة أطلعها، حاسة إني تايهة ومفيش حد فهمني، مشاعري متلخبطة. كل ده طبيعي، إحنا بنراقب بس، بنسمع جسمنا كأنه طفل صغير بيعيط، مش بنسكته، بنحضنه. مفيش حاجة صح أو غلط في اللي هتكتبيه. الورقة دي ليكي انتي، وهي أول مساحة أمان هتبنيها مع نفسك. أنا معاكي في كل خطوة، وكل كلمة هتكتبيها هي بداية شفاء مش ضعف. في الحلقة الجاية هنبدأ نشتغل على الأفكار اللي بتعدي في دماغك وقت التوتر، وهنفهم إزاي نغيرها واحدة واحدة من غير ضغط ومن غير لوم. استنيني، انتي تستاهلي تطمني وتعيشي حياة هادية، وانتي قادرة توصلي. كوني قوية،